اهلا بكم وسهلا ومرحبا ويوم جديد وحلقه جديده من الدكتور. طبعا النهارده في تنوع كبير جدا عندنا، النهارده حوار مثير متنوع شيق، لكن خلونا نبدا برضو بنفس المعنى. الطفوله وتعليمها شيء مهم جدا وهو الاعتناء بالاسنان. كتير جدا من اطفالنا يعني بنتعامل معاهم في الاسنان بطريقه اجريسيف جدا، اللي هو ايه؟ لو ما غسلتش سنانك العفريت هيجي يدخل جوه اسنانك وهيسوي السنان. فطبعا الولد الطفل الصغير بيبص للموضوع يعني ايه ده عفريت ودخل جوه اسناني، والسوس دوت هو العفريت اللي عمال ينخور في اسناني وهياكلني. فطبعا يعني لا بيحب يغسل سنانه وبعدين بياخدها بعند. لا، في تعليم للاسنان، ازاي نعلم سناننا. شوف الطفل الجميل نايم اهوت، الصبحيه هيبدا النهار يطلع. طبعا هنا بقى الميكروبات اهي جايه وعايزه بص شوف الميكروبات دخلت بقه، ميكروبات عشان تبدا تدخل جوه اسنانه. النهار طلع بقى ويبدا بقى اهو نصحى من النوم اهو، يصحى من النوم بقى يعني خلاص هيعمل ايه؟ هو وصديقته طبعا جاي بيكلمها، خلاص بيكلمها جريت هي على طول. ليه؟ ده هي حتى الزهره ماتت من ايه بقى؟ من الانفعالات اللي في السنان، من التفاعلات اللي في السنان والريحه اللي مش كويسه. بيفتح الفراشه ماتت يا راجل، الفراشه نفسها تلوث غير عادي جدا طالع من فمه. طبعا راح لدكتور السنان لقى الميكروبات جوه السنان عماله تبوظ. بابا وماما طبعا واخدينه، قالت له فاكر لما كنت بقول لك اغسل سنانك الصبح بالمعجون؟ هيغسل سنانه الصبح بالمعجون اهو، هو وصاحبته او اخته حسب بقى. بيغسل اهو. لا 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 بيغسل طبعا غلط. هو يعني لازم يغسل بالراحه خالص، ما يستعجلش ويهتم ان هو ياخد وقته عشان السنان تبرق وتبقى حلوه واموره، ويبدا بقى ما يموتش لا الزهره ولا الفراشه ولا حد يزعج منه ويجري منه. صح الكلام؟ طبعا ضيفي بيضحك جدا لان دي الاساسيات في التعامل مع الاسنان. هساله النهارده هذه الاسئله، وازاي التركيبات الاسنان وصلت الى مرحله من التكنولوجيا اللي كلمه تركيبه سنان، واحد يقول لك انا رايح اعمل تركيبه في السنان، كانت تخوف جدا. يا ترى دلوقتي بقت تخوف ولا لا؟ طبعا هذه الاسئله واكثر منها هو هيكون في جعبتي لضيفي العزيز. قيمه علميه كبيره في عالم الاسنان واسم لامع كبير، طبعا مشرق كالعاده باراء وتكنولوجيا حديثه جدا. واذا تحدثنا عن التكنولوجيا يبقى ليس هناك غير ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استاذ واستشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب الاسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس. اما اشرب حاجه عشان اكمل. زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان بجامعه عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان. رقمي اطول تايتل ممكن حد يقوله دايما اضحكك انا في الموضوع. طب يعني ما شاء الله ستاندردز وحاجات جميله جدا ما شاء الله، احييك عليها جدا. ربنا يخليك. منور دكتور شادي. منور يا دكتور. وحشني جدا. طبعا نشف من كتر الكلام، ولسه في حاجات احنا يعني انا نفسي اسالك على علاج الجذور، نفسي اسالك على الطب الاسنان الرقمي، عايزين نتكلم عنه حلقاته كتيره قوي، اجزاء كبيره في شغلك، بس تركيبات النهارده شغلنا. ايه الحكايه بقى؟ ايه رايك في اللي احنا عملناه ده؟ والله انا كل مره انت بتفاجئني بحاجات مضحكه في الانتروهات الجميله دي لازم تحطها عندك. بس تركيبات الاسنان. تركيبات الاسنان. يمكن بس ناخد كومنت من الفيديو ده، ان في عاده دايما عند الناس كلها، بيهتم دايما بغسيل الاسنان وهو نازل الصبح، ما بيهتمش بغسيل السنان قبل ما ينام. رغم ان يعني غسيل السنان قبل ما ينام اهم 100 مره من غسيل السنان وانت نازل الصبح. ليه؟ لان اللي حصل وانت نايم. يعني عاده المشاكل كلها بتحصل اثناء النوم. فمهم قوي ان انا يعني مره غسيل السنان بتاعت بالليل دي دايما اقول لهم اهم من مره الصبح. دي يعني لصحتك اعمل بتاعت بالليل، للنفس وللمنظر قدام الناس. بتاعت الصبح دي بتاعتك انت، انما بتاعتنا احنا هي بتاعت بالليل هي اللي مهمه. مهمه. فمهم دي بس فور ذا كومنت فور ذا ريكورد يعني كده. حلو قوي. احنا مي كانت حاله من الحالات التي تحتاج تركيبات او تحتاج زراعه كمان، مش فاكر انا. كانت تركيبات. هي مي كان المره اللي فاتت كان عندها اصلا سنه اتكسرت لو نفتكر، وبعدين احنا كانت الاول جايه خايفه من موضوع التركيبات جدا زي كتير من البنات اللي في سنها. فاحنا وي بروسيد ان ذا فيرست ستيب، مش عشان تكنيكالي بس مجرد تو جين تراست، ان هي تشوف
يعني ايه تركيبات والموضوع ازاي ماشي مختلف. فابتدينا الاول في حدوته ان احنا نعوض السنه المكسوره بس. ده كان موضوع الحلقه اللي فاتت، واتفقت معاك ووعدتك ان انا هكملها لك المره دي. وده اللي هنعمله النهارده، ان هي احنا بقى هنعمل لها اكستريم ميك اوفر، ان احنا هنبتدي ان احنا نغير شكل الابتسامه، نعمل سمايل جديده لمي. هما في اتنين انا خدناهم على مرحلتين، شريهان ومي. شريهان ومي. مي هنخلصها النهارده، واحتمال يعني الاسبوع اللي جاي كده ان شاء الله شريهان هتخلص الاسبوع الجاي. مي حالتها نفتكر مع بعض كانت بتقول ايه؟ بعد ما عملت سنتي في جلسه اقل من ساعه، تقريبا نص ساعه مش اكتر، اتبسطت جدا وقررت ان انا اظبط بقى بقيه ابتسامتي، ان انا كان عندي مشاكل شويه، اسناني متلخبطه من زمان بس. وطبعا كان لازم امر بقى بمراحل التقويم واقعد سنين وكده، بس انا يعني بحكم شغلي وان انا بدخل ليكتشرز ومحاضرات ما ينفعش ان انا احط اسلاك والشكل بتاعها بيبقى مش حلو، بس فقررت ان انا اظبط بقيه سناني. اسناني متلخبطه وده طبعا مأزمني طول عمري، بس انا عشان بخاف اصلا من دكاتره الاسنان، وكان الاوبشن الوحيد التقويم، وده برضو بالنسبه لي مش حلو لانه بيوجع وياخد وقت طويل وشكله مش حلو. يعني انا بدرس وفي المحاضرات والسكاشن شكل الاسلاك دي مش هيبقى جميل، بس بعد ما عملت سنتي بقى ولقيت الجلسه سريعه كده فقلت يعني ممكن اجرب بقى اعمل الباقي. مي شطوره جدا. مي يعني خطت خطوه كبيره في عالم الاسنان لدرجه انها بقى عندها الجرأه. يعني هي في فرق بين المره الاولانيه كانت مجرد سنه تعديل في تركيبه سنه واحده بدأ دلوقتي تفكر في الكسير. هي برضو مشكلتها يمكن ان هي احد المشاكل اللي بتقابلنا ان هي لسه معيده متعينه في الجامعه، فبتخش محاضرات وسكاشن والكلام ده كله. فابتدت ان هي قلقانه ان منظر التقويم بالنسبه لها في المحاضرات يبان اكن هي طفولي، ان هي الناس عشان لسه متعينه جديد وفريش، فخايفه ان الطلبه يحسوا ان هي ايه، بنت صغيره. هي بنت صغيره فعلا، هي صغيره في السن، بس هي انت عارف برضو ايه يعني دايما البنات في السن ده بيبقوا عايزين يحسوا زي ما انت قلت قبل كده الانثوي مش الطفولي، ياخدوا الاكسبريشن ده. فانا عايز اعدل سناني وعايز اعمل سمايل، وكانت انا طبعا السنه الوحيده دي ازاي هيبقى عندي بكره كليه واروح الصبح الكليه هغيب ولا لا، الاسئله كلها قعدت تسالها في الاول وكانت مش عارفه. لما لقيت ان الموضوع اتس ايزي وان هي الموضوع اتس ماتر اوف اورز، فقالت لي طيب خلاص زي ما انت شفت كده عايزه اعمل الباقي. ابتدينا ان احنا نعمل اشعه مقطعيه. المره دي كانت المره اللي فاتت كانت بغرض ان انا اشوف في باثولوجي او في اي مرض فوق السنه ولا لا لما السنه دي اتكسرت. المره دي لا، انا بعملها علشان انا انالايز او احلل اتجاهات السنان زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، واشوف انا بيبقى عندي في ليميتيشنز. يعني انا بقول لا انا المره دي السنه دي هعملها بس برد، السنه دي هحتاج اعملها حشو عصب، السنه دي هحتاج اشيلها خالص واعمل لها زرعه. وبحط الاناليسيس دي قدام المريض، ويبتدي هو يقرر لا انا هعمل السنان دي عن طريق الطريق ده، او ان انا هرجع تاني للتقويم واعملها تقويم. فيبتدي يعني يقرر ما بين دي وما بين دي، ويوازن اموره وكل واحد طبقا لظروفه. نبتدي زي ما انت شفت كده، زي ما اتعودنا دايما ان احنا بناخد الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد، ابتدي اشوف ايه اللي عندي، البعد بتاع السنان قد ايه، الجذور فيها ايه، وكان عندها يمكن كمان سنه ورا شفناه. هي مشكله مي زي ما فاكر لما كنا بنتكلم قبل كده، السنه لما بتخش لجوه، يعني لو بصينا على السنه اليمين دي اللي ما بين القاطع وما بين الناب، كانت بتبان في كتابات معينه كده مش موجوده. ايوه كويس، بحس وانا ببص كده كان في سنه واقعه. في نفس الوقت لما تخش لجوه شايف مستوى اللثه نازل ازاي عن مستوى السنان اللي جنبيها. على اليمين اللثه نازله. كويس، فعشان السنه داخله لجوه. برضو نفس القصه نازله شويه على الشمال عن الناب والسنان اللي جنبيها. الناب ده عشان طالع لبره اللي على اليمين ده، فاللثه برضو مرتفعه جدا. فاحنا المفروض اول مرحله اللي هي مرحله التحضير، تحضير الهيكل، اللي هو ان انا بالليزر ابتدي ان انا اشكل اللثه علشان خاطر ارفع اللثه دي. انا لازم ارفع اللثه دي عشان يبقوا كل اللثه قد بعض. وبعدين السنان اللي طالعه لبره برضو اقل من الكيرف بتاعها شويه، السنان اللي داخله لجوه ابتدي ازود عليها بورسلان. كويس، فابتدي ان انا اظبط السمايل
طبقا ليه بتاع. كانت مي عندها نوع لون السنان نفسه في زي ماده تباشيريه كده، هنزودها برضو بالفرشه والكلام ده. يعني اقصد اقول ان انا الاول بظبط اتجاه، بظبط لثه زي ما اتفقنا، وبظبط في الاخر اللون. اللون الاساسي ان هي دايما بيس اوف ارت، ان انا برسم لوحه، فاللوحه دي ما هياش لون واحد. عمرك انت شفت لوحه قدامك مرسومه بفرشه واحده هتلاقي اللوحه دي ابيض واسود اللي هو الفن الكاريكاتيري اللي هو ما ينفعش في الحياه الحقيقيه. تمام. انما عشان اوصل لصوره حقيقيه يبقى انا لازم هبقى عندي تعدد في الالوان. التعدد في الالوان ده مع التكنولوجيا بتاعت ان انا بخرط السنان دي من بلوك، تقدر تعمل لي ديفرنت ترانسلوسنسز او درجات مختلفه من الشفافيه، وبيخش فيها درجات مختلفه من اللون. يعني دايما اللون لما بنتكلم عليه، اللون بيبقى ليه 3 بارامترز. حاجه اسمها الهيو، كروما، والفاليو. ايه الكلام الحلو ده؟ الهيو ده اللي هو درجه اللون. هيو. حلو. الكروما دي تركيز اللون. كروما دي عندنا في الميديا دي. كروما تركيز اللون. هل اللون ده يعني انا عندي نقطه ميه فيها كوبايه ميه فيها نقطه حمراء حبر، ولا فيها نقطتين، ولا فيها 10 نقط؟ ده الكروما. وفي الاخر ده كروما. كويس. صح. الفاليو بقى درجه الشفافيه بتاعت السن. يعني هل انا برسم على ورقه بيضاء ولا برسم على لوح ازاز؟ طيب انا نطلع فاصل وتفسر لي الثلاث حاجات الحلوه دي. انت كل ما انت بقيت مهتم قوي بالفن. الرسم لا عاجبني. ده اسنان. ده اسنان. اسنان. واضح ان الاسنان احنا بتوع غدد. احنا لا عندنا هومو ولا فاليو ولا الثالثه اللي انت قلتها. ليه ما دخلتش طب اسنان؟ كان زمان دلوقتي بتاع هومو. حلو قوي. انت عارف تفكرني دايما بشغلنا ايه؟ في برنامج رائع جدا على العربيات كنت بحب اتفرج عليه قوي، ما اعرفش ما عادش بيجي ليه. كانوا بياخدوا عربيه واحد قديمه ويرجعها له عربيه جديده. فين ماي رايد. اسمها ايه؟ فين ماي رايد. طيب بس مش بعد الفاصل يا سيدي ضربها هومو والبتاع. لا يو البتاع. لا اكستريم ميك اوفر، يعني تغيير فعلا. هو فعلا طلع اساسا تغيير. كانوا بياخدوا العربيه عربيه مكعه خالص ويرجعها له حاجه بقى وبتاع. هنا الاسنان برضه اسنان ملخبطه، واحده طالعه كده اما نشوفها تطلع عامله ازاي. اكستريم ميك اوفر حاجه جميله جدا. خليكم معانا بنفهم اللي هو دكتور شادي قالها دي ما تروحوش في اي حته ثانيه. اهلا بكم. اذا هي الهيو عشان انا متلخبط في الاسم. هيو والفوليوم، كروما والفاليو. الفاليو والكروما. الكروما دي انا عارفها اللي هي بتاعتنا دي الكروما اللي هو انتنسيتي اوف ذا كلر اللي هو كثافه اللون. كثافه اللون. ايوه. الهيو اللي هو درجه اللون، هو احمر ولا اصفر ولا اخضر، يعني ده اللي هو الويف لينس، هويه اللون. اللي هو طول الموجه واللون نفسه ايه. والفاليو اللي هو درجه الشفافيه. فلما بنتعامل مع اللون ان هو السنه بقى فيها مالتيبل فاليوز، يعني ممكن نفس السنه يبقى فيها جزء شفاف وجزء مش شفاف. كويس. فيها مالتيبل فاليوز، فيها different hues and different chromas. درجات مختلفه من كثافه اللون ودرجات مختلفه من الالوان. كويس. ولكن الديفرنت هيوز او الالوان المختلفه بتبقى موجوده على السطح. يبقى في لون اساسي في الباك جراوند زي اللوحه، والالوان تانية موجوده رتوش على السطح. كل ده انت بتفكر بتظبطه؟ ندرسه طبعا. كل ده طبعا. يعني ده كله علم، مش اللي هو كده ورقتين، لا ده كتب. علم ويطبق. يعني في فرق بين علم اقرا في الكتب ونعمل حاجه تانية وامسك بلاتة الوان. طب يا عم روح المعمل اعمل لي اللون ده، اديها. فاهم؟ ده المعمل. انما لما يبقى بايدك انت الدكتور ماسك شايف السنه قدامك وتقعد تلون زي ما موجوده بالظبط، هو ده بقى اللي عملته لنا التكنولوجيا، ان احنا عرفنا نخلص حاجه جنب واحنا قاعدين جنب العيان ونلون. يعني دايما لما وين ذا تكنولوجي هيلبس يو، لما التكنولوجيا بتساعدك بتبتدي انت تكرييت بقى. تبتدي انت بقى ايه تفنن. لا انا هلعب بالليزر. حاجات كتير. لا انا هعدل اللثه. لا انا هعمل مش عارف هعمل ايه. احيانا كتيره محمد مثلا يشتغل في السن على الكمبيوتر ويرجعها لي تاني يقول لي لا انا عايز ارفع اللثه شويه. الموضوع ده يعني كان زمان لما كان بيتعمل بالمشرط، انت رفعت اللثه طلعت نزلت ما فيش. هنبدا بقى هنا دلوقتي نبدا نطبق الافكار دي كلها. نبتدي بقى بالليزر زي ما اتفقنا. السنان اللي نازله دي ابتدي بالليزر اقطع اللثه
علشان خاطر ارفعها زي الناب وزي السنه القاطع اللي جنبيه. فالسنه اللي داخله لجوه هبتدي الاول اشكل اللثه حواليها. الناحيه الثانيه برضو شايف السنه اللثه اللي داخله لجوه ونازله لتحت دي، نبتدي نقطعها في نفس مستوى الناب ونفس مستوى القاطع عشان تدينا الايحاء الاول من اللثه ان هي طلعت لبره. يعني هي اللثه عشان نازله لتحت، لو انا حطيت سنه تاني من غير ما العب في اللثه برضه هتديني بالايحاء انها داخله لجوه او قصيره. ايوه. وابتدي بعد كده ان انا ابتدي بقى اخشن بس مجرد سطح السنه اللي هي اللي داخله لجوه دي. السنه اللي طالعه لبره لا، هقلل من السطح بتاعها شويه علشان خاطر تبقى في ده كله تجهيز. ده خلصنا الليزر، نبتدي بقى بالميكروسكوب ان انا تحضير لسطح السنه. ابتدي ان انا اقلل بقى هنا من السطح ده شويه علشان خاطر يبقى في لما احط عليها لير رفيعه والثانيه احط عليها لير تخينه بحيث ان كله يبقى في نفس المستوى. هو ده هيتحط عليه ايه، فينير؟ لا كراونز دي هنعملها غطاء كامل تجميلي. تمام. وبحيث ان انا فنش برضو نفس القصه. اللثه بالنسبه لي شيء مهم جدا، الفينشنج بتاعه والكلام ده كله بالميكروسكوب. شايف درجه التكبير اللي كل مره بنتكلم عليها، درجه تكبير كبيره قوي جدا جدا. التكبير ده بالميكروسكوب ان انا اشوف الحواف. انا شايف اللي عارف اللي احنا شايفينه ده يا جماعه اللي هو الكونكشن ما بين اللثه وما بين السن. ما بين السن حاجه يعني حاجه خرافيه يعني. والفينشنج بتاع الكلام ده لما بيتعمل عمره ما يراكم بكتير. والبتاع اللي بيلف ده رفيع قوي وصغير جدا. أيوة. باين كانه انت عارف باين كانه بتاع اللي هو العربيه. انت قلت البيمب مايرايد دي حاجه ما هم عندهم حاجه. شايف 1 ملم يعني انا شلت 1 ملم اشيل 1 ملم اقيسه 1 ملم. الدنيا از توتالي اكيوريت. الموضوع انا ماشي بالظبط زي ما انا عايز، از بلان زي ما بيقولوا، بريدكتبل متوقع، ما شلتش كتير. عملت الخطه، انت عارف انت رايح فين. خطه عن طريق الاشعه المقطعيه تحضرت بالليزر الاول ثم بالميكروسكوب. اللثه ان بيرفكت هيلث في صحه ممتازه، السنان في صحه ممتازه، اتعملت بطريقه ممتازه، الحواف بتاعتها معموله بطريقه ممتازه. لما يجي يقفل عليها التركيبه تبقى بيرفكت. مفيش انت عارف اي سطح متعرج هتيجي تحط عليه سطح تاني عمره ما هيقفل. هيلمس النقط العاليه والنقط الواطيه دي هتبقى اوبن، تبقى حفر مفتوحه. تبقى حفر تلم بكتيريا. تلم بكتيريا وتلم بواقي اكل، تعمل لي التهابات في اللثه وتعمل لي تسوس في السنان. عاده كتير جدا لما بيجي لي شغل معمول من المعمل وافكه الاقي دايما السنان تحتيه مسوسه. الاقي دايما السنان فيها مشاكل. ليه؟ طب ازاي يا دكتور والسنه كانت متغطيه من المايكرو جابس دي، الحاجات الفراغات اللي موجوده نتيجه ان التحضير مش سموث. اوكي، هنا هندخل بقى ونشوف ايه اللي هيحصل في التصميم. محمد الاول يبتدي يصور الاسنان. زي ما احنا شفنا 180 صوره في الثانيه بتاخدها الكاميرا. ده بدل المقاس، ده المقاس الديجيتال بدل العجينه العاديه بتاعتنا بتاعت زمان. نبتدي ان احنا نصور المقاس، نبتدي يصور السنان. ناخد المقاس بتاعنا 3D، نبتدي الموديل بتاعنا نبتدي ان احنا نشتغل عليه ديزايننج، نعمل عليه السنان زي ما احنا عايزين، المريض يشوفها برضو. لانه خد بالك برضو مهم جدا راي المريض. يعني احيانا كتيره بيبقى كل واحد ليه وجهه نظر في اسنانه. يعني انا كان عندي حد من الاعلام برضو ممثل، وهو عايز الناب لافف بطريقه معينه والناب التاني لافف بطريقه معينه. انا مش عايزهم ايدي، لا انا عايز في لفه هنا معموله شرير، وعايز لفه عايز السنه دي طالعه شكلها عامل ازاي. فدي في المعمل انا هقعد اعمل ازاي، هوصفها عايز يبان شرير شويه. لا هو عايز يعني كان ده الكاركترستيك فيه، فهو عايز يحط فينيرز بس عايز الناب يبقى لافف كده شويه والناب هنا يبقى لافف كده شويه، السنان تبقى داخله لمه على بعض. يعني هو شايف ده في شكل وشه وشايف ده في الادوار اللي هو بيعملها، كان تقريبا عايز دور يعمله في بتاعه وعايز يغيرها بعد كده. ف يعني عايز اقول لك انا ده في المعمل كنت هقدر اعمله ازاي؟ يعني في المعمل كنت هقعد اوصف المعمل والنبي اعمل لي الناب لافف شويه يمين يعني وعمر ما هيبقى في كوميونيكيشن ما بين المعمل وما بين المريض، والا بقى هضطر اجيب المعمل وطبعا المعمل مش مدرب انه يتعامل مع المرضى. فغير لما انت قاعد على الكمبيوتر لفها شويه، طب لف، لا كده كتير يا دكتور رجعها لي شويه، لا انا عايز الف دي سن، لا انا عايز الانجل دي راوند، لا انا عايز دي شارب، لا انا عايز مش عارف ايه. فتبص تلاقي ان ده از ابلاكابل مع حدوته البتاع، سواء فوق سن او زرعه. يعني انت برضه لو هتعمل زرعه بيبقى عندك الاشعه المقطعيه مدياك الدراسه وبتحط الزرعه في نفس اتجاه السنه، فانا مثلا هحط الزرعه دي في الاتجاه ده فهيبقى الفيوتشر كراون اللي عليها بالشكل الفلاني.
هنا احنا جهزنا كل حاجه وهنبدا بقى يعني نستعد الاستعداد قبل الاخير بقى. بالظبط، ان انا كان عندي في درجه لمعان معينه في عمل كل اسنانها. عملنا السته اللي قدام. السته اللي قدام درجه لمعان معينه. شايف اللثه بقى دلوقتي كلها بقت في طول واحد ازاي؟ نبتدي نلمع. درجه اللمعان دي بتفرق معايا جدا في ان السنه نفسها قبل ما الونها اعمل الباك جراوند ده في درجه لمعان معينه، دي اللي هي الفاليو. كويس. نبتدي بتفرق الون بقى انا عايز ايه. لا الحته دي زي ما اتفقنا دي بيضه دي هنا بعد ما لونا الحته لا ده كل السنه فيها اللاير بتاعه الفلوروزز دي او الطبقه بتاعه السنان اللي بتاعت. طبعا بتتحط وبعدين بتتفنش اللون وبعدين ابتدي ادخل الفرن والزق بقى. لما بتتلزق السنه فيها يعني الديجرادي بتاع ما بين الابيض وما بين الباك جراوند لما بتخش الفرن ده بيسيح على بعضه بيعمل يديني الافكت اللي انا عايز اوصله. انت فاهمني ان هو ما بين الديجرادي ما بين الابيض وما بين الاصفر اللي هو الفرشه اللي احنا مشيناها بالطريقه دي بحيث انها تديني الافكت ده. السنان اللي تحت كان فيها درجه برضو الفينيشنج اللي بقول لك عليه ان هي مش توتالي بلاستر يعني مش بتلمع زي السيراميك، لا هي فيها درجه من التفنيش بطريقه معينه بتتعمل بحيث ان الفينيشنج بتاع السنه مختلف من شخص للتاني. في واحد سنانه طبيعه سطح السنه املس جدا، في واحد متعرج، في واحد تلاقي سطح السنه محبب شويه، في واحد تلاقي سطح السنه فيه جروفز شويه. الحاجات دي يا جماعه تحت الميكروسكوب ومش تحت الميكروسكوب، بترفلكت في العين من غير ما انت تشعر بيها. هي انت بترفلكت في العين بس لما كمان بص بتشوفها تحت الميكروسكوب. بتشوفها تحت الميكروسكوب، كل ده تحت الميكروسكوب. هنشوف مي بتقول ايه. مي بعد ما حصل لها ده كده خلاص مي خلاص عملنا لها بقى كل سمايل بتاعها. مي خلاص كده باي باي مي اكستريم دي ميك اوفر. تعالى نشوف مي بتقول ايه. ابدا عمري ما كنت اتخيل ان شكل اسناني يطلع بالجمال ده. انا مبسوطه جدا باسناني وبابتسامتي الجديده ومبسوطه جدا عملتهم قبل فرحي عشان فرحي الشهر الجاي ان شاء الله. وحقيقي ثانك يو دكتور شادي ودكتور محمد، يو ار سو فريندلي وانا بجد مبسوطه ان انا عملت الشغل ده معاكم. ميرسي. ده قبل وبعد. قبل وبعد. مي وضع تحس لا هم ما بيعملوا سنهم بيخلصوا تحس ان هم مستعجلين وعايزين ينزلوا بقى خلاص يمشوا. يعني باي باي بقى دكتور شادي، باي باي ما فيش دكتور ايمن خلاص نسيتوني عادي ماشي اوكي يعني تمشي، لكن ايه باي 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 وتلاقيها خدت الشنطه وتروح جايه. شايف منظر الوش حتى المنظر الفيس نفسه قبل وبعد. الضحكه اختلفت، اللوك اختلف، الثقه في بتاع يعني نظره العين بتختلف من واحد بيحس ان هو هي توتالي بتحس فروم انسايد البني ادم اتغير. بالظبط فروم انسايد. حلوه دي فروم انسايد البني ادم. ممكن قوي الميرك اوفر الخارجي يخيرك من جوه. انت نورتنا كالعاده. كل شكر وتقدير لضيفي العزيز الاستاذ دكتور شادي علي حسين، مدرس طب الاسنان الرقمي واستشاري طب الاسنان بكليه طب الاسنان بجامعه عين شمس، ودكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. نورت الدكتور شادي جدا. خليكم دايما بقى مع الدكتور، خليكم دايما مع الدكتور لانه انتوا هتفهموا حاجات كتيره قوي معانا، ما تروحوش في اي حته تانيه.